لينا في فيلم اسعاف كانت بتتصرف في المواقف الصعبه، هل بسمه في المواقف الصعبه بتعرف تحلها ولا بتشوف حد يحلها بقى؟ انا استاذه مواقف صعبه، انت بس كلميني. والله سبحان الله، هو ربنا بيوفقني ان انا اعرف اتصرف. لو حاجه بتاعتي انا لوحدي مشكلتي ممكن احتاس، ممكن مثلا اقعد افكر فيها، بس انت تعالي لي قولي لي انا عندي كارثه 3 دقايق احلها لك. انا مره اتخانقت في الجامعه لواحد انا ما اعرفوش والله، ولد يعني. انا اتخانقت عشان ولد بيتخانق مش عارفه في الجامعه وكان بيغش ومش عارفه ايه اللي حصل وخناقه ومش عارفه ايه، وانا قلت لا ما ينفعش يتضرب قدامي، انا مالي، انا بتلف وشك فاهمه يعني. كل الدفعه واقفه وما حدش فتح بقه الا انا، طالعه عامله زي لا ما ينفعش يتضرب وقصه وخناق وهروح القسم وهشتكي. يا بنتي انا كنت رايحه امتحن، امتحني وروحي فاهمه، وانا ولا اعرفه ولا عمري شفته. وانا بعد ما خلصت الخناقه دي بس هو افتكر تقريبا ان انا بتخانق عشان معجبه بيه، فجه بعد كده حاول يرتبط بيا. بس انا في العموم انا مش لازم اتخانق ليه، يعني انا ما بقدرش اشوف حاجه ضد مبادئي واعديها. يعني ما اعرفش اشوف واحد مثلا بيعمل لو واحد اتحرش بواحده، انا ضربه كتير، انا ضربه 6 في الجامعه في اول سنه فاهمه، ما بقدرش يعني. ومش لازم اتحرش بيا، يعني انا ماشيه مع واحده صاحبتي، واحد مثلا جاي بيهزر او جاي كانه هيحضنها او جاي يعمل اي حركه، انا ما بستحملش.